ولم يكن شأن الصحابة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لعله سيكون رأي آخر، ولعله سيؤذن لهم بدخول مكة، ولعلهم كانوا ينتظرون، وليس عندهم دين، ليس من دينهم معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقديم الهوى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا على قوله، بل دينهم الكتاب وما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتركون ذلك قيد أنملة، فإذا صح الحديث فهو مذهبي أحسن الله إليك، ومنه ينبغي لنا جميعا أن نتعلم. قد يجاء إليك بأقوال الأئمة والعلماء، ويجاء إليك أحسن الله إليك بما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويجاء في نفس المقام بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم صحيح صريح لا غبار عليه ولا شيء يعتريه. ماذا نصنع يا رعاكم الله؟ أنجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراءنا ظهرية، ونقدم عليه قول العالم الفلاني والعالم الفلاني والصحابي الفلاني؟ ديننا إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا الصحابي يحتمل له، هذا الصحابي نعتذر له، تأمل ما بلغها الحديث، وكذا العالم ما بلغها الحديث، وإذا بلغه لعله فهمه على هذا المعنى أو قال به على هذا المعنى، وهكذا. ولكن الحديث إذا صح فهو العمدة إن شاء الله تبارك وتعالى، لا نلتفت بعده إلى قول أحد كائنا من كان. لماذا؟ لتعظيم السنة يا رعاك الله. ونضرب لذلك مثالا أحسن الله إليكم. جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عياض بن غنم، قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا الحديث صححه غير واحد من العلماء، صححه أحمد رحمه الله تعالى وذكره في مسنده، صححه الألباني رحمه الله تعالى من المتأخرين، وغير واحد من العلماء. هذا الحديث انظر إلى عبارته كم هي صريحة. من كانت له نصيحة لمن؟ لذي سلطان. قال: فلا يبده علانية. ما معنى فلا يبده علانية؟ أي لا يأتيه بحضرة الناس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إذا كان عليك الأمير المؤمر، قال: فلا تأته على رؤوس الخلائق، فلا تأته على رؤوس الخلائق. سبحان الله. يضاف إلى هذا ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه لما كان مع غيره أسفل منبر فلان بن فلان من الولاة، فقال: وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال الذي صار خارجيا، فقال أبو بلال: انظروا إلى والينا يلبس ثياب الفساق، يلبس ثياب الفساق. أي ذكر هذا بحضرة من كان من الناس، وفيهم أبو بكرة الصحابي. فقال أبو بكرة رضي الله عنه وارضاه: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فهذه إهانة للسلطان، تأمل، هذه إهانة للسلطان، تأمل. مع احتمال العلماء لتلك الثياب الرقاق، هل هي ثياب فساق أو ثياب أهل الخاصة من الناس وعلى اعتبارها أنها ثياب فساق، قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أهانه الله. تأمل. حديث عياض بن غنم رضي الله عنه وارضاه صريح في البيان: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. طيب، واحدة. وليأخذ بيده. اثنين. ماذا يصنع؟ وليخلو به. ثلاثة. فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. تصور، هذا هو الحديث المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هل تعلم أيها الكريم أن هذا الحديث ورد في معرض قصة حدثت لعياض رضي الله عنه وأرضاه مع هشام بن حكيم، وكلاهما له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما فتحت داره، مكان بلدة، جلد عياض بن غنم صاحبها، جلده، فقال هشام بن حكيم لعياض بن غنم بحضرة الناس، أو أنكر عليه إنكارا شديدا، أنكر هشام بن حكيم على عياض بن غنم إنكارا شديدا، فغضب عياض وذهب هشام بن حكيم، ثم رجع إليه بعد مدة معتذرا له، أي لعياض بن غنم، يقول: ألم تسمع، يعني أريد أن أخبرك بأني شفقة عليك قلت ذلك بين يدي الناس. قال: ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا، يعني لأجل هذا أنكرت عليك. فقال عياض: سمعنا ما سمعت وشهدنا ما شهدت، أو كما قال. ثم قال: ألم تسمع أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخل به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. انظر يا رعاك الله، هذا إنكار علني من هشام بن حكيم الصحابي، وجاء معتذرا، وأخبره الصحابي الآخر بأن عياض بن غنم بأن هذا الأسلوب لا يفيد، وأن هذا الأسلوب مخالف للسنة، لأنه أخطره وأعلمه بذلك أحسن الله ليك، قائلا: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية. وحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، أسامة بن زيد في الصحيحين لما جيء إليه وقالوا: ألا تدخل على عثمان فتكلمه، ألا تدخل على عثمان فتكلم عثمان؟ فقال: أو ترون أني كلما دخلت عليه أخبرتكم؟ يعني أنتم ترون أني لما أدخل على عثمان وأنصح عثمان فيما بيني وبين أخرج إليكم أقول عثمان صنع ونصحته بكذا وكذا؟ قال: والله إني لأنصحه في السر، ولا أحب أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، ولا أحب أن أفتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه. فلم يكن الصحابة على هذا الأسلوب ولا على هذا الطريق بشهادة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، لم يكونوا على هذه الطريقة أبدا، بل كانوا ينصحون في السر. يضاف إلى هذا ما جاء من حديث ومن أثر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. جاءه سعيد بن جهمان، سعيد بن جهمان لما جاء إليه تحدث عن الخوارج والأزارقة، إلى أن قال سعيد بن جهمان لعبد الله بن أبي أوفى: إن السلطان يظلم ويفعل. هذا ما نسميه بالإنكار العلني في غيبة السلطان. قال: إن السلطان يظلم ويفعل، فأخذ بيده وغمزها غمزا شديدا، قال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كنت تعرف السلطان فأته إلى بيته وأخبره بما تعلم، فإن قبل منك فذاك، وإلا، أي كنت قد أديت الذي عليك، وإلا فإن السلطان أعلم منك، السلطان أعلم منك. تأمل. إذن ما الذي قاله سعيد بن جهمان؟ قال: إن السلطان يظلم ويفعل، فعد هذا منكرا وأنكر عليه. تأمل. وأرشده إلى طريق الحق. إن كنت تعرف السلطان، لأنه ليس كل أحد يدخل على السلطان ويأمر السلطان. ولهذا جاء في أثر عبد الله بن عباس لما قال سعيد بن جبير:
آمر أميري بالمعروف قال إن خشيت أن يقتلك فلا. ليس كل أحد يقبل منه السلطان، فقد أدخل عليه ولا قيمة لي عنده تأمل ولا منزلة لي عنده، فيقوم على قتلي سواء أنكرت عليه بحضرة الناس أو في سر. وقد يدخل عليه فلان لمعرفة له أو معه تأمل، ولأنه مفتي البلاط مثلا وله صولة ومكانه دال عند السلطان فيدنيه ويسمع منه ويستشيره، قد يدخل عليه فينصحه فيقبل منه. قال إن خشيت أن يقتلك فلا، وإن كان فلا بد ففيما بينك وبينه. ثم ختم ابن عباس قوله ولا تغتب إمامك. قوله ولا تغتب إمامك يعني نقطة حساسة، وتر مهم جدا في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولا تغتب إمامك أي لا تذكره في غيبته، تأمل. وفرق بين تغيير المنكرات وذكرها إذا وجدت وبين ربطها بالسلطان وذكره معها، تأمل. كما جاء في حديث آثر عبد الله بن أبي أوفى قال إن السلطان يظلم. لو قلت هذا الظلم الموجود والغشم والمخدرات وبيوت المخامر وكذا إلى آخره هذا منكر تنكره. قال بيدك فإن لم تستطع فبلسانك، وإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. هذا كله لا بأس به، لكن أن تقرن ذلك بالسلطان فتقول إن السلطان يظلم ويفعل، هذا من الإنكار العلني في غيبة السلطان. ماذا قال ابن عباس؟ قال ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إمامك. وأي مصلحة في ذلك أحسن الله عليك إن هو إلا تهييج الرعاع من الناس والحطمة، تأمل، وإضرام النار في أفئدتها ليزداد الشر في بلاد الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وكل ما ذكر من الآثار التي هي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هي لا تقاوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله حديث أبي سعيد الخدري مع مروان رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، لما أنكر عليه تقديم الخطبة أو تقديم الصلاة على الخطبة. ومعلوم أن في صلاة العيد أننا نصلي ثم نخطب، وكان مروان يرى انصراف الناس بعد الصلاة فقدم الخطبة على الصلاة، أو أراد تقديم الخطبة على الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. في رواية كان كأنه مصاحب له يقول له ويخبره، تأمل. إذن هذا كان في سر. في رواية جذبه، تأمل، وأخبره، حتى ولو لم تصح مثل هذه الزيادات المهمة، وأنكر عليه هكذا قدام الناس وأمام الناس، نقول هذه حادثة عين، تأمل، خاصة بهذا الصحابي، تأمل. ما تصير إلى مصاف الحديث فتقدم عليه، ولا يقال أن الصحابي هذا فهم ما لم يفهمه غيره، تأمل، لأن الصحابي يعرض عليه ما لا يعرض عليه غيره في مثل تلك الحوادث، أو الشخص يعرض عليه ما لا يعرض على غيره، تأمل. تصور قدم الخطبة على الصلاة، لعله لم يبلغه الحديث، لعله بلغه وتأوله، ولعله رأى أن المناسبة هي مناسبة إنكار حتى لا يتأثر الناس، تأمل. ينصرف الناس ويقول الناس والله هذه السنة، بدليل أن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه كان حاضرا، تأمل، بين يدي مروان ولم يقل شيئا، فرأى أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنه يغير حتى لا يلتبس الأمر على الناس. كل ذلك قد يحضر لك وأنت في مجلس، يعني يحطوك في موقف حرج وانت تقعد توازن المصلحة والمفسدة وتقدر وتنزل إلى آخره، ثم تفعل الشيء. هذا الشيء الذي فعلته، تأمل، قد يكون مما أدى إليه اجتهادك أحسن الله عليك، وبالتالي لما اجتهدت أنت معفو عنك أحسن الله عليك. وهكذا كل ما نقل وأثر. مثلا الأثر الذي هو عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه،
لما أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل صحابي أو كل جندي من معه من الأسرى، فقال ابن عمر: والله لن أقتل أسيري. نحن معلوم عندنا أن الطاعة إنما تكون في المعروف، أن الطاعة إنما تكون في المعروف، فكونه امتنع عن طاعتي في ذلك هذا لا يعد إنكارا في غيبة السلطان، وإنما رأى أن هذا من المنكر وأن المسألة ينبغي أن ترفع إلى أعلى مقام، فقال: والله لن أقتل أسير. ولم يقل خالد جاوز الحد ولا يطاع في مثل هذا، هذا إنكار علني في غيبة السلطان. إذن ينبغي أن تفرق بين إنكار المنكر والإنكار على الولاة في غيبته. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه أنه حرق السبئية لما قالوا علي إلى هنا، لما حرقهم قالوا علي إلى هنا، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فماذا قال ابن عباس؟ حدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. أين هو الإنكار العلني في غيبة السلطان؟ هذا فيه تعليم الناس أمر دينهم، فهو يعلمهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. فلما بلغ علي رضي الله عنه وأرضاه ترك تحريقهم وقتلهم. فبعضهم لعله يقول في هذا الموضع: ها هو علي رضي الله عنه وارضاه بلغه إنكار عبد الله بن عباس في غيبته، قال ولم يقل في ذلك شيء، ما أنكر هذا، يعني أقره على إنكاره في غيبته. هذا أولا ليس من الإنكار في الغيبة، إنما هذا فيه تعليم الناس الدين، بأن الذي تعلمناه وسمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. سبحان الله. وهي شبهة كانت في زمن التسعينيات لقيت رواجا عند بعض الناس، والاستدلال عليها في ذلك الزمن كان بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي الخويصرة التميمي. ذو الخويصرة التميمي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال: ويحك إن لم أعدل صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم العودة، قال: ها هو ذو الخويصرة أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، وإنما بين صلى الله عليه وسلم أنه أهل للعدل والقسط بين الناس. سبحان الله. وهكذا هي الأمور. أحسن الله عليكم. إذن قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وهذا هو الأساس. أحسن الله عليك. والتعظيم للدين إنما يكون على هذا، وأقبال الصحابة إنما تحمل على الحديث أو ترد إذا عارضت الحديث. تلقى حديث صحيح وحديث صحيح عند التعارض، إذا استطعنا إعمال هذه النصوص جميعا أعملناه، وإلا قلنا أن هذا ينسخ هذا، أو أن هذا مقدم على هذا وأرجح منه، وهكذا. فكيف بأقوال الصحابة